السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الكبدة الاسكندراني. الكبدة الاسكندراني كلنا بنحبها، كبار وصغيرين، لما نكون مستعجلين وعايزين نعمل غدا في 10 دقايق وكمان يشبع العيال كده ويبقى حلوة قوي، يبقى هي الكبدة الاسكندراني. بس قبل ما ابدأ معاكم وصفتي، انا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا معايا كل جديد. دي سندوتشات الكبدة الاسكندراني اللي بنشتريها من الشارع واللي بتكون طعمها حلو قوي، كلنا بنعشقها، وهنعملها في البيت بطريقة حلوة وسهلة وجميلة قوي. الكبدة الاسكندراني عشق للجميع، للكبار والصغيرين. هنبدأ على طول وصفتنا وهنقطع الكبدة كده عصافيري. وطبعا الطريقة دي لتقطيع الكبدة بتكون سر من أسرار نجاح الكبدة الاسكندراني. وطبعا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واللي انتوا عارفينه. تقطيع الكبدة مهم جدا بالشكل ده، وكنت حطيت الكبدة في الفريزر شوية علشان اقدر اتحكم فيها وما تفرولش مني. هبدأ هنا بعد ما قطعت الكبدة بالشكل ده احطها كده في الطبق بتاعنا علشان نبدأ نعمل بقى احلى تتبيلة لاحلى كبدة. هنبدأ نحط معلقة من الثوم، معايا هنا معلقة من الثوم المفروم، وهحط عليها بقى معلقة من الكمون، ومعلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الكزبرة، وهنا حطيت كمان الملح بتاعي. وطبعا الملح على حسب الرغبة، ممكن يكون زايد شوية. إيه، هنا الخل، طبعا الخل مهم جدا علشان الكبدة تبقى طعمها كده حلو قوي. طبعا عصير الليمون، عصير الليمون بيخلي الكبدة حلوة قوي. وهنقلب كل بقى التوابل مع بعضيها كده، وهننزل دلوقتي على طول بمعلقة من الشطة. ودي بقى لو حابة الكبدة تكون مشطشطة كده ممكن تحطي الشطة. وهناخد بقى الكبدة بتاعتنا كده وننزل عليها بكل التوابل الجميلة دي. توابل طعمها حلو قوي بتخلي الكبدة بقى في حتة تانية. الكبدة بتاعتنا النهاردة فعلا فعلا خطيرة. هنقلب كويس جدا الكبدة لحد كده ما تتشرب كل التوابل، وهنسيبها في التتبيلة دي 10 دقايق. وهنروح بقى على البوتاجاز وهنولع النار علشان نبدأ هنا نسوي الكبدة. حطيت هنا الجريل علشان يكون واسع جدا علشان الكبدة ما تنزلش منها اي مية، وحطيت 3 معالق بس من الزيت. وهبدأ كده اوزع الزيت في الجريل بالشكل ده. طبعا لازم الكبدة تتحط في طاسة واسعة قوي علشان تبقى مفرودة كويس وما تنزلش منها اي مية. هننزل هنا بالكبدة بتاعتنا واللي كانت اتبلت وبقت بالشكل الحلو ده. طبعا انا هنا مش بقلب الكبدة، انا بفردها بس علشان مش عايزين اي سوائل تنزل من الكبدة. بالشكل ده فردتها كده، وكانت طبعا الجريل واسع فمش هتنزل اي سوائل. طبعا الريحة كانت فعلا خطيرة، الريحة كانت قلب الدنيا، قلب البيت والشارع وكل مكان. طبعا ريحتها واصله لكم، شايفين اخدت لون من تحت كده حلوة قوي وبدأت كده تتحمر. وطبعا تسوية الكبدة مش بتكون بتاخد وقت كتير، في 10 دقايق بس. شايفين الجمال بقت بالشكل الحلو ده. وهنقلب كده الكبدة بالشكل ده وما نزلتش اي سوائل بالشكل الحلو ده. وطبعا الفلفل الرومي من اهم اسرار نجاح الكبدة الاسكندراني. نزلنا هنا باربع حبات من الفلفل الرومي، وهنقلب كويس ومش هناخد وقت كتير مع الفلفل، يعني 5 دقايق بالظبط وهننزل الكبدة من على النار بالشكل القمر ده. شايفين جمالها كانت حلوة قوي وريحتها فعلا خطيرة. احلى اكلة بتتعمل في 10 دقايق بتشبع العجال وبتكون كده حلوة قوي بيموتوا فيها. الكبدة الاسكندراني تعمل في سرعة جدا. شايفين الريحة؟ الريحة طالعة فعلا خطيرة. الله، فعلا تجوع، يعني دي من الحاجات اللي ما يتشبعش منها ابدا. هنبدأ نعمل الساندوتشات بتاعتنا واللي بتكون فعلا خطيرة.
هنملي بقى كده الساندوتش كويس قوي، علشان كده يبقى مليان من الكبده كده، وهننزل عليه بالطحينه كده. وكان معايا كمان الخيار المخلل اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات، وكان برضو طعمه حلو قوي مع سندوتشات الكبده. دي كانت سندوتشات الكبده، ودي كانت وصفتي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه، وكمان تحطوا لايك للفيديو.